سلام سلام غالياتي، واش راكم مليح ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. البنات اليوم جبت لكم وصفه قلب اللوز اللي ديروا بها حاله في هذا رمضان. البنات خلطي وطيبي، ما تستعمليش كامل يديك، تستعملي غير الملعقه. نصف ساعه تكوني وجدتي واحد القلب اللوز بزاف بنين، بلا ما نحكو بلا ما نبيتو. نسي كامل هذاك القلب اللوز هذاك تاع بكري هذاك اللي يعيي، وجربي ليه هذه الوصفه يخرج خير من تاع برا. شوفوا البنات مشرب للقلب، يخرج محافظ على الشكل ديالو ويخرج روعه. البنات جبت لكم غير في هذا المول الاسطوري، جربي كميه قليله ولا نجح لك جربي في السنيوه الكبيره، واني سيغ بلي ينجح لك. قبل رمضان ان شاء الله هتكوني فنانه في القلب اللوز، يقولوا كامل يطلبوا منك الوصفه. البنات ما تنسيوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. نبداو بسم الله في الوصفه البنات. نبداو عفوا بالشربات. الشربات هي الاولى، من الافضل ديروها ليله ما قبل الصباح واستعملوها عشيه، ولا كنتي مزروبه ديريها نورمال. درتوش كيسان مع كاس سكر، درت ربع كاس سكر، درتو في الكاسرونه على نار هادئه، خليته حتى تكراميليزا، ومن بعد زدت له الكاس المتبقي تاع السكر، ومن بعد زدت له 2 كيسان ما، شريحه ليمون. كي يلحق مرحله الغليان حسبي له عفوا 10 دقائق وطفي النار. والبنات كي تكملي ديري عطر الماء زهر، اللي ما عندهاش دير نصف فنجان ماء زهر، من الافضل ديري عطر الماء زهر. هنا البنات عندي سميد تاع القلب اللوز، انا ما نستعمل غير سميد تاع القلب اللوز. عندي 2 كيسان مع كاس سكر البنات. هذاك الكاس تاع السكر واش نديروا له؟ نصف الكاس تاع السكر هو الماء. البنات نتوما تتعلموا في المقادير تاع القلب اللوز كيفاش ديروا الكميه تاع السميد هي نصفها كميه تاع السكر، واللي عبرتوا به المقادير اللي عبرتوا بهم السكر ديروا نصفها ماء. هذه هي المقادير تاع القلب اللوز. درت هنا عطر الماء زهر، انا نستعمل غير عطر الماء زهر باش يجيني قلب اللوز كيما تاع برا. درت عطر الماء زهر في ذاك مع ذاك الماء والسكر، وخليته فوق النار يلحق مرحله الغليان فقط، وتبقاو تحركوا يلحق لكم مرحله الغليان طفوا عليها النار. هنا جبت هذا المول الاسطوري، درت هذاك 2 كيسان تاع سميد اللي يفدو 220 مليلتر. عبروا هكذا بصبعكم، اي سنيوه تعبروا بها ديروا هكذا بصبعكم 1 سنتيمتر، تعرفوا باللي هذيك هي الصينيه واش ترفد لكم. هنا نشوفوا هاوليك السيرو لحق مرحله الغليان، وبقيت نحرك فيه انا، ودركا خلاص نطفي عليها النار. غير يغلي نطفي عليها النار يكون هذاك السكر ذاب. هاوليك غلى عليه، دوكا نطفي عليها النار ونديرو مع السميد ديالي. هاوليك البنات بعد ما نحيته من فوق النار، هاوليك غير بدا يغلي نحيته، وكنت كي كان قبل ما يغلي كنت ديجا نحرك في السيرو باش يذوب لي هذاك السكر. دوكا درت نصف ملعقه ملح هذيك الصغيره كامل، درت ملعقه لافاني، خلطت كامل المقادير مع بعض، ومن بعد نحط السيرو غير بالعقل، ندير غير بالملعقه. بكم هذا القلب اللوز غير بالملعقه انجح قلب اللوز جربته في حياتي، هو هذا القلب اللوز مكاش اللي يديها له. انجح قلب اللوز واسهل قلب اللوز، تديريه في وقت وجيز. شغل قلب اللوز ما يجيش كامل حاجه واعره، حاجه بزاف سهله، ديريه في وقفه تكوني كملتيه. هكذا ديروا السيرو غير بالعقل وتخلطوا غير بالملعقه، سي با لابين كامل تخدموا بيديكم، غير بالملعقه يخرج لكم قلب اللوز كيما تاع برا واحسن من تاع برا. هكذا قد ما كملت كامل هكذا السيرو راني نخلط نكمل الخلط، ومن بعد تخلوه يريح واحد هكاك ربع ساعه نص ساعه كيما تحبوا. انا ما خليتوش بزاف، خليته واحد 15 دقيقه، هذا ما كان قد ما هذاك السيرو نبرد ليه، هذا ما كان. وما نزيد له السمن. البنات فيما يخص كيفاش تعرفوا المقادير تاع القلب اللوز، ديروا المقادير تاع السميد هي نصفها مقدار تاع السكر. باغ درتو كيلو سميد، ديروا نصف كيلو تاع سكر، وديروا ربع الكيله اللي عبرتوا بها تاع السمن. هذو هما المقادير اللي تخدموا بهم. هنا عندي ربع كيلة تاع سمن، درتو درتو 2 كيلات تاع سميد، ديروا كيلة سكر وديروا ربع كيلة سمن.
أي كيلة تعبّروا بها. فيما يخص الصينية كيما وريت لكم ديروه بصباحكم، تعرفوا ديروا 1 سنتيمتر تعرفوا السمك تاع القلب اللوز. ضفت للقلب اللوز كيما شفتوا ربع كاس سمن. تقدروا ديروا زيت، تقدروا ديروا زبدة، هي من الأفضل ديروا سمن ولا زبدة باش يخرج لكم بنين. تقدروا ديروا زيت نورمال البنات هكذا. كيما قلت لكم خليته يريح واحد ربع ساعة، ومن بعد زدت له هذاك السمن. ومن بعد البنات راني حكمت كامل المول بانسيتو. ومن بعد درت الخليط تاع القلب اللوز هكذا. ميم كي تحطيته في المول الاسطوري معيانيش كامل بالخف كملته هكذا. درت كامل هكذا الخليط تاع القلب اللوز في المول. البنات اللي لحقتوا لهذه المرحله عجبكم يا فيديو ما تنسونيش بكومنتير عجبك كيما نتوما، لايك للفيديو، اشتراك في القناه باش يلحقكم غير جديد ان شاء الله. كيما دائما نقول لكم راني وجدت لكم وصفات روعه، انتظروني. تابعوني على الصفحه ديالي مطبخ ام عبد الرحيم، والتيك توك مطبخ ام عبد الرحيم. اللي تحب اي تساؤلات ولا تبعث لي في التيك توك ولا في الصفحه، اني نستقبل كامل رسائلكم. هنا البنات هكذا ندير كيما شفتوني هكذا درت السنيوه، هزيتها غير هذا مكان تسقمت هذيك السميد كامل من الفوق ولا ليس. ومن بعد بنسيتو هكذا بالسمن. هنا البنات انا مازال ما شعلتش الفرن حتى بنسيتو كامل شعلت الفرن. ومن بعد البنات راني حنقسمو هكذا. تقسموه البنات، تحبوا دي مورسو كبار تحبوا دي مورسو صغار هكذا. وبعد ديروا له من الفوق لوز ولا جوز كيما تحبوا. تحبوا ديروا كوكب، تحبوا ما ديروا والو. انا درتهم هكذا 5 حبات. ومن بعد رشقت لهم اللوز غسلته هذا ما كان ما بيتو في الماء ما والو. كي جيت راح نحطه دركا غسلته ودرته معاكم. ومن بعد درتو يطيب كي تشوفوه طاب لكم كامل على الطراف، تخرجوه من الفرن تبانسوه هكذا بسمن. تعاودوا ترجعوا تشعلوا له هذه المراغي من الفوق، تشعلوا غير من الفوق وتخلوه حتى يدير لكم هذيك التحميره الشابه. ومن بعد تخرجوه وتعسلوه هكذا، تشربوه هكذا بالشربات، ديروا شربات وتخلوها تشرب هكذا. ما تزيدوا ديروا الكميه المتبقيه، انا درت هكذا بعد شرب لي وزدت درت الكميه المتبقيه. وتحكموا هكذا بالموس باش تشرب لكم هذيك الشربات. ديروا هكذا خطوط وين رانا مقطعين، تعاودوا ديروا فوقها باش هذاك القلب اللوز يشرب الشربات ديالو. تعاودوا ترجعوه في الفرن يكون طافي، تغطوه وتخلوه يبات. لازم يبات ليله كامله تحصلوا على النتيجه الرائعه. لازم تخلوه يبات باش تقدروا تقسموه. هذه هي النتيجه النهائيه. في الاخير حبيبتي السلام عليكم، ان شاء الله تجربوا الوصفه وتبحثوا لي تطبيقاتكم.